ما هو السر بأعصابك القوية تجاه أشخاص جهلاء؟ شكرا لك أختي الكريمة على هذا السؤال الجميل، لكن أن نقول للناس جهلاء هذا شيء ثقيل، لأن الناس أو الإنسان ليس جاهلا، حتى وإن ركب الجهل أو قد لحقه الجهل، لكن الإنسان بأصوله ليس جاهلا. أما عن الناس الذين يستخدمون الجهل بعبارات سيئة، نقول سر الأعصاب ليس إن الأعصاب قوية. أعصاب قوية ليس شيء جيدا، يجب أن تكون الأعصاب مرنة مرتاحة وباردة. كانوا أجدادنا يؤمنون بالأعصاب الباردة والكلام الحلو. عندما يكون لدينا أعصاب باردة والكلام الحلو، نقدر أن نحل أي وضعية أو مشكلة أو كلام. كيف نحصل على الأعصاب الباردة؟ تساعد عندما نضرب أنفسنا للماء البارد عدة مرات باليوم، وأيضا من خلال العناية بالنفس، بالروح، العناية الداخلية التي تحل المشاكل الخارجية. أما بالنسبة كيف نتعامل باللطف والكلام الحلو تجاه الناس الذين يتكلمون لنا معنا بالسوء، السر هو بأن لا نأخذ كلامهم شخصيا. عندما يتكلم أحدا عنا بسوء، هو يصرخ بطلب المساعدة، لأنه يشكي من حالة نفسية معينة، ولازم نقدر الظروف ونرد له الجواب بطريقة لكي تساعده أن يشفي. هذا هو سر الأعصاب الباردة وليس الأعصاب القوية. نتعامل مع البشر بحب وعناية. حبي لكم.